انا عايزاكي تجيبي شفشق الخلاط وتنزلي فيه بشويه بلح. دي مش هنستغنى عنها في شهر رمضان ابدا، وبجد بجد هفاجئك بالنتيجه. لو جالك بقى ضيوف وتعزموا هيفرحوا بالوصفه دي قوي، وهيسالوك انت جايباها منين. نزلت هنا بشويه بلح كده مفصصاهم، وهنزل عليهم بصابعين من الموز، ادي صابع والتاني. وهنعمل يا جماعه بجد وصفه حلوه قوي اول شهر رمضان. بعد ما نزلت بشويه التمر وصباعين الموز، هنزل بقى ب3 كوبايات من الحليب الساقع. اقوى مشروب هتعمليه لشهر رمضان، هيشرفك قدام ضيوفك قوي، وهيقولوا لك انت عاملاه ازاي. ننزل بقى بكيس كريم شانتيه، علبه زبادي. هنزل عليهم بمعلقتين 3 كبار من العسل. ما تكتريش العسل عشان التمر مسكر، وبعدين ده تمر طري مش ناشف. ننزل برشه بسيطه من الفانيليا، وهنضرب كل المكونات دي مع بعض كده لغايه ما يتكون معانا اقوى مشروب يجنن. خلص المشروب بتاعنا، يلا بقى نصبه. احلى مشروب هتعمليه لضيوفك في شهر رمضان وتقدميه على الفطار. لو انتوا هتفطروا حلو قوي 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 ومغذي جدا، بجد خطير المشروب البلح والموز ده، حلو قوي، لازم تجربوه. حلو جدا للناس اللي بتعاني من نقص الحديد بقى والانيميا، بجد خطير يا جماعه، خطير. يلا نسمي بسم الله عشان هنبدا نشرب. بصوا جماله، بصوا في حته تانية. ايه الجمال ده، ايه يا جماعه الطعامه دي. بس انا زودت له العسل شويه، عشان المفروض ان التمر فيه سكر، فما كناش نزود العسل شويه، فانتوا قللوا العسل شويه. خطير. مشروب مغذي جدا جدا، لازم تعملوه في رمضان او غير رمضان. اعملوه يا جماعه واشربوه بالف هنا. مستنيه كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني. ما تنسوش تصلوا على الرسول عشان نكسب اجر سوا. استنوني الفيديو الجاي.